هنبدأ أول حاجة بحمام الضيوف اللي هو بيكون جنب باب الشقة. في عندك هنا أبو سعيد بتاع السخانة أبو سعيد. مكان طب راكبة طبعا ما اتنضفتش. بالظبط، دي تعمل سدد في المية، بعد كده يجي يشغل السخان، يلاقي السخان ما بينزلش مية. ده في تاني لسه في تاني؟ يعني اه. مم. كل ده بيعمل كل ده جوه المواسير، والسباك بتاع الشركة قفل عليه. يجي بعد كده العميل يلاقي إن السخان ما بينزلش مية سخنة. ثابت بقى. تمام. وريني مشكلة القعدة يا سعيد. كل ده نازل من السخان، مخرج السخان. هذا طبعا القعدة مش متثبتة أصلا. يعني أنا آسف، يجي حد يستخدم القعدة، يجي ضيف عند العميل يستخدم القعدة يلاقي القعدة بتتحرك بيه. قلنا نشيك على البلاعة، لقينا ان البلاعة مسدودة. بصوا البلاعة فيها اسمنت ابيض تحت، وفيها بواقي اسمنت اسود مرمية بالظبط، ده كده اللي انتوا شايفينها. طبعا كل ده كان سادد البلاعة. موضع التلفون. لو بصينا كده على البلاعة دي هنلاقي ان وش البلاعة اللي هو ده مرحل عن البلاعة نفسها اللي هي البلاستيك اللي بتتحط في التأسيس. طب ده مشكلة ايه؟ ده مشكلة مبلط السيراميك. عمل الفتحة بتاعة البلاعة اللي هي 15 سنتي في 15 سنتي في مكان غلط، جابها مرحلة كده شوية. فايه اللي حصل؟ بقت وش البلاعة اللي هو الاستانلس ده بعيد عن البلاستيك، فاضطر بعد كده ان هو يقفل باسمنت ابيض حوالين البلاعة عشان ما تتسربش ميه من الجزء اللي صاب عليه ده. بس طبعا مع الوقت هتسرب ميه على السقف اللي تحت وهتعمل مشاكل. دي برضو عملت لنا مشكلة تانية، ان لما يحصل مشكلة في البلاعة مفيش حد يقدر يدخل ايده بسهولة زي الاول. الفتحة دي معمولة عشان اي حد يدخل ايده يعمل صيانة. الفتحة دي قلت نتيجة الاسمنت الابيض اللي اتحط من هنا. عشان كده دايما لازم مبلط السيراميك او البورسلين او الرخام ايا كان يعمل فتحة البلاعة اللي هي الوش، فتحة وش البلاعة اللي هي 15 في 15 او 20 في 20 او 10 في 10 في مكان الفتحة بتاع البلاعة اللي محطوطة في التأسيس عشان ما تقابلناش المشكلة دي. وبرضو بصوا لما عمل الفتحة غلط عملها اكبر من مقاسها، اتقفل اسمنت ابيض اللي هو صاب عليه ده حوالين وش البلاعة. طبعا شكله سيء جدا ووحش جدا.